السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احبتي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما دايما تكونوا بألف خير وسعادة. النهاردة بإذن الله تعالى جايبين فيديو ان شاء الله هيكون رائع عن مادة اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي، ترم اول بإذن الله تعالى. بس يا ولاد قبل ما نبدأ شرح الدرس، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصل لكم كل جديد ومفيد. وإن شاء الله اللي هتلاقوه عندنا هنا مش هتلاقوه في أي قناة تانية، وعد. فاشتركوا في قناة الأسرة التعليمية والشاملة طبعا لمدارس التجريبي والعربي واللغات. وإن شاء الله هتستفيدوا جدا، وعد وعد إن احنا مش هنقصر، لأن احنا بنتقي الله وبنعامل الدروس كويس جدا وبنراعي ربنا فيها قوي قوي قوي. فما تنسوش تفعلوا الجرس، وان شاء الله تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد ومفيد. والسلام عليكم. الدرس الأول السياحة في مصر. قبل ما نقرا الدرس هنقول عناصره. أول حاجة من صفة بقاء، تاني حاجة أنواع السياحة في مصر، تالت حاجة لماذا يهتم السائحون بآثار مصر، رابع حاجة فائدة السياحة لمصر وواجبنا نحو السياح، خامس حاجة أمنية بقاء. هنقرا الدرس أول. بقاء تلميذا ذكيا واسع الاطلاع سريع الفهم. بقاء يحب أن يكون مرشدا سياحيا مثل عمه مفيد. أهداه عمه كتابا صغيرا عن السياحة في مصر، قرأ فيه مصر تجذب أفواجا من السائحين من جميع دول العالم، وهم يأتون إلى مصر لأغراض متعددة. من جميع دول العالم فهم يأتون إلى مصر لأغراض متعددة، فمنهم من يأتي لزيارة آثار مصر الخالدة المعلومات ويجمع الصور، وهذه سياحة ثقافية. ومنهم من يأتي للنزهة والاستمتاع، وهذه سياحة ترفيهية. وبعضهم يأتي لزيارة المساجد والكنائس الأثرية، وهذه سياحة دينية. وهناك من يأتي للعلاج في مصر، وهذه سياحة علاجية. يوم الجمعة الماضي ذهب بكار مع عمه مفيد إلى الأهرام، وشاهد السائحين يلتقطون بعض الصور التذكارية، فسأل عمه قائلا: لماذا يهتم السائحون بآثار مصر يا عمي؟ قال عم: إن آثار مصر لها قيمة تاريخية كبيرة يا بقاء، والسائح يجد متعة في مشاهدة هذه الآثار الخالدة. بقاء: وماذا تستفيد بلدنا من السائحين؟ العم العم: يا بقاء، السائح عندما يأتي إلى مصر يعرف آثار بلدنا، وينزل في فندق، ويأكل في مطعم، ويركب طائرة أو باخرة أو قطارا أو سيارة، ويشتري التحف، أي إنه ينفق نقودا يستفيد من اقتصاد بلدنا. وهناك آلاف من الشباب يعملون في هذه الفنادق والمطاعم وفي وسائل المواصلات والتجارة والإرشاد السياحي. والواجب علينا جميعا أن نحسن معاملة السائحين وأن نرحب. رجع بقاء إلى بيته بعد أن شكر عمه، ثم قال في نفسه: ليت لي جناحين أطير بهما في السماء، أو ليتني أملك بساط الريح حتى أشاهد كل معالم مصر السياحية. أغمض بقاء عينيه وتخيل نفسه جالسا فوق بساط الريح، وقد ارتفع محلقا في السماء، فأين ذهب؟ يلا يا ولاد نشرح الحدوتة النهاردة بتاعة طبعا درس السياحة في مصر، الدرس الأول للغة العربية احنا قريناه. يلا نشرحه ونحكيه. بصوا يا ولاد، بطل القصة اسمه بكار. بطل القصة اسمه ايه؟ بكار. طيب مميزاته وصفاته ايه؟ بكار ده تلميذ ذكي جدا، تلميذ زيكو، طالب زيكو بالظبط، وذكي. بس ذكي ازاي؟ طبعا الذكاء دي نعمة من عند ربنا، بس برضه بيقدر ينميها ان هو بيقرا كتير. فواسع الاطلاع يعني قراءاته كتير، بيجيب كتب ويقعد يقراها. تمام. وكمان فهمه بسرعة وسريع، لأن نمى الفهم ده عن طريق القراءة.
ماشي. طيب بكار حلمه ايه؟ بيتمنى ايه؟ بيتمنى ان يكون تلميذ، طبعا مرشد سياحي. مرشد سياحي يعني ايه؟ يعني بيدل الناس على الاماكن، الناس اللي الاجانب، خلي بالكم الاجانب اللي جايين من بره، يعرفهم الاماكن المصرية الموجودة في مصر عشان يزوروها. تمام. عرف منين الوظيفة دي؟ طبعا عمه مفيد كان مرشد سياحي، يبقى وظيفة عمه ايه؟ مرشد سياحي. بيحب بكار يبقى ايه؟ بيحب بكار ان هو يبقى مرشد سياحي زي مين؟ زي عمه مفيد يا ولاد. بكار صفاته ايه؟ طبعا تلميذ وذكي وبيقرا كتير يعني وسع الاطلاع، وبيفهم بسرعة يعني سريع الفهم. تمام. أمنية بكار قلنا ان يبقى مرشد سياحي. خلاص. طيب مرشد سياحي دي يعني ايه؟ ان هو زي ما قلت لكم معناها ان هو يدل الاجانب على إيه الاماكن الموجوده في مصر للزياره والسياحه. تمام. قرا الكتاب اللي عمه اداهوله ولا رماه يا ولاد؟ لا، قراه. قرا الكتاب، لقى فيه ايه؟ لقى في الكتاب ان لازم تكون في اماكن جميله جدا موجوده في مصر بتجذب السياح. بتجذب يعني بتشد السائح، بتخلي السائح ينتبه وعايز يجيها، ويجيها من كل الدنيا، مش من دول مثلا عربية بس، دول عربية ودول أجنبية. تمام. بيجي يزورها عشان يتفرج على آثار مصر. آثار مصر يعني حاجات باقية من أيام الأجداد، الخالدة يعني الباقية. تمام. طيب وكمان السائح يجي ليه؟ عشان يتفرج ويتعلم ويعرف معلومات ويجمع صور ويروح يقول للناس بره شوفوا انا رحت مصر واتفرجت على كذا، واتفرجت على الاهرامات، واتفرجت على ابو الهول، واتفرجت على حاجات كتير. طيب اللي بيجمع الصور والمعلومات ده اسمها ايه؟ سياحة ثقافية. انواع السياحة في مصر اللي مكتوبة في الكتاب هنا 3 انواع: سياحة ثقافية، سياحة ترفيهية، لا هم 4: سياحة ثقافية، سياحة ترفيهية، سياحة دينية، وسياحة علاجية. بأنواع السياحة في مصر كما ورد بالكتاب 4 أنواع: ثقافية، تمام، ترفيهية، دينية، وعلاجية. ثقافية زي ما قلت لكم يجمع الصور ويتفرج عليها ويعرف المعلومات الخاصة بمين؟ بمصر. طيب السياحة الترفيهية اللي هو يتفسح، يروح البحر، يتمتع، يتفرج، يروح نزهة، يبقى فسحة. النزهة اللي هي الفسحة، الاستمتاع يعني يتمتع، التمتع دي ترفيهية، يرفع عن نفسه زي ما بيروحوا الملاهي مثلا. تمام. طيب سياحة بقى دينية يعني بيروح دور العبادة مثلا زي المساجد. دور العبادة، والمساجد دي عبارة عن دور عبادة للمسلمين. تمام. لعبادة المسلمين. طب الكنائس هي عبارة عن طبعا ايه؟ اماكن يقيم فيها المسيحي، الاخوة المسيحيين طقوسهم. حلو. طيب غير العلاجية في ايه تاني؟ الدينية سوري، في ايه تاني؟ في العلاجية، في ناس بتيجي من بره عشان تتعالج في مصر. في اماكن موجودة في مصر علاج طبيعي، بيدفنوا نفسهم في الرملة عشان يشيلوا الروماتيزم. كل دي اسمها ايه؟ طبعا سياحة علاجية. يبقى الأغراض تعددت ولا غرض واحد؟ كل اللي بيجي عشان حاجة واحدة؟ لا طبعا الأغراض تعددت. أنا جاي الغرض زي مثلا الطالب، في طالب بيذاكر عشان غرضه أو هدفه إن يبقى دكتور، في بيذاكر عشان هدفه وغرضه يبقى مهندس. نفس الكلام في السائح. تمام. طيب يوم الجمعة حصل إيه يا ولاد؟ يوم الجمعة بكار راح مع عمه عشان يتفرج على الايه؟ الاهرام، وشاف السياح عمالين ياخدوا في صور، يلتقطوا يعني ياخذون صور، بياخد صورة واسمها صور تذكارية. والصورة التذكارية دي معناها ان انا يا ولاد افتكرها، اخد صورة اقول شفتي؟ شفتي يا مامي كنا متصورينها في الحتة الفلانية، وكان معانا مثلا عمو فلان، عمة فلانة، طنط فلانة معانا ولادها، بنتذكر. فصور تذكارية. صور ايه؟ تذكارية. شاف الأجانب وهم بياخدوا الصور دي عشان يروحوا بلدهم ويتذكروا الأحداث اللي حصلت. قال له يا عمي، طبعا ايه الولد بكار، قال له يا عمي ليه السياح مهتمين بآثار بلدنا؟ ليه؟ فعمه مفيد عشان هو مرشد سياحي عارف أهمية السياحة كويس جدا. فقال له إن آثار، وأهمية مصر طبعا، قال له إن آثار مصر، آثار يعني الحاجات الباقية من أيام الفراعنة، فسابوا أثر ليهم، يعني الأهرامات دي من أثرهم. تمام. قال له ليها أهمية وقيمة إيه؟ تاريخية مهمة جدا يا بكار، إيه؟ آثار مصر. صح ولا لأ؟
قالوا طيب، وكمان بيحبوا يتمتعوا عشان يتفرجوا، السياح بيحبوا يجوا يتمتعوا عشان يتفرجوا عن الآثار الخالدة دي اللي بقالها أكتر من 7000 سنة. طيب، قالوا احنا هنستفيد ايه يا عمو؟ بكار قال له كده، احنا هنستفيد ايه يا عمو اساسا بالسياح دول؟ هنستفيد منهم ايه؟ فالعم بكار قال له لما يجوا السياح لمصر اكيد هيعرفوا بلدنا وهيعرفوا اثارنا وهيعرفوا قيمتنا. وكمان السائح مش هيقعد في الشارع يا بكار، لا السائح هيقعد في فندق. فندق ده مكان بيقيم فيه المغتربين، الناس اللي جايه من بره ما عندهمش بيوت، فبيروحوا قاعدين في فندق عبارة عن مجموعة من الأوض، بيحجز بيدفع تمنها. تمام. وكمان مش بيقعد هو بيدفع تمنها، الناس اللي شغالة فيها بتاخد فلوس، بتاخد مرتبات عشان بتخدم السائح ده. غير كده كمان هو هيقعد بس وينام بس، ولا مش هياكل؟ لا هياكل في مطعم، هيروح المطعم ياكل فيه، برضو الناس اللي شغالة فيه هتاخد فلوس. اما يجي هو جاي راكب الطيارة، الطيارة دي فيها ناس، فيها مضيفات، فيها موظفين في المطار، برضو بياخدوا فلوس. والباخرة نفس القصة. كمان القطر لما بيركبوا القطر برضو مش سهلة خالص ان هما ايه، طبعا بنستفيد اللي هما اللي في السكة الحديد، موظفين. لما يركب السائح القطر بيدفع بالعملة الصعبة بالدولار وهكذا. بيركب عربية، بيأجر شخص طبعا بيدفع له فلوس، الشخص ده بيأكل بيته، بيصرف على بيته، صح، بيوديهم مدارس ولاده. ولاد مين؟ السائق اللي هو السواق المصري. مش كده برضو؟ السائح لما بيروح يشتري بقى مثلا توت عنخ امون، تحفة صغنطوطة كده عشان يوديها لأهله في بره لما يرجع البلد، فبيشتري تحف عشان يحطها في بيته. كل ده اللي عاملها مصنع، واللي عاملها عامل ومنحتها ومظبطة، كل ده بياخدوا عليه ايه؟ فلوس. تمام. فكل ده بيدفع فلوس صعبة. تمام. فبيستفيد منها اقتصاد بلدنا، اقتصاد يعني ادخار. كل دي الفلوس بتخش بندخرها في بلدنا، بتبقى ايه؟ لينا خلاص. وفي شباب كتير زي ما قلت لكم بيعمل في مطعم، بيشتغل في فندق، بيشتغل في عربية، بيشتغل في قطر، بيشتغل في طيارة، بيشتغل في باخرة، بيشتغل في الأماكن ايه دي. تمام. فكده هنستفيد يا ولاد ولا مش هنستفيد؟ اكيد طبعا كده هتبقى استفادة تعم كتير قوي على الفئات الخاصة بالناس اللي بتتعامل في مجال السياحة، هيستفيدوا من قدوم السائح الى مصر. تمام. يلا نكمل القصة. فطالما ان احنا كلنا يا ولاد بنستفيد، وفي اللي بيتاجر، اللي فاتح محلات لبيع التحف زي ما قلت لكم، المرشد السياحي برضه بيشتغل وبياخد فلوس. خلاص، كل ده المفروض بقى علينا ان احنا ايه؟ نحسن معاملة السائح. ضيف عندي حتى لو ما كانش سائح، واحد ضيف عندي في البلد، يبقى لازم ارحب بيه حتى لو ما ادانيش فلوس. يعني المفروض وفقا لديننا الإسلامي إن إحنا نرحب بالضيف، صح؟ نرحب بمين؟ بالضيف. رجع بكار روح بيته، وبعد ما شكر عمه خلاص، وقال في نفسه يا سلام، يا ريتني أنا عندي طائر كده وبطير وعندي جناحين عشان أطير في السماء. أو يا ريتني عندي بساط الريح اللي احنا بنحلم بيه ده، اللي هو بساط الريح يعني شيء زي السجادة كده. وريح طبعا يعني عاصفة أو تمام، اللي هي هوا يعني. فالبساط ده يطير، خلاص، اللي هي السجادة يعني تطير عشان يشوف كل معالم مصر. معالم زي ما قلت لكم، أماكن لإيه؟ أثرية، عشان يشوف كل المعالم دي الموجودة في مصر. غمض عينيه بكار وحلم وتخيل، خلاص، إن هو فعلا على فوق بساط الريح، على بساط الريح، وإنه بساط الريح طار وحلق فين؟ في السماء. ما تنسوش قول ربنا سبحانه وتعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. تمام. يلا بينا هناخد معاني الكلمات. عرفنا الحدوتة بتاعت بكار وعمه والعظات والواجبات اللي احنا لازم نعملها تجاه السياح، وفايدة السياحة ايه، وانواع السياحة كام نوع. احنا قلنا 4. كل ده ده اللي احنا هناخده في الدرس. هي دي المهام اللي احنا، أهمية السياحة، أهمية السياح، فايدة طبعا أنواع السياحة إيه هي،
مين بكار؟ عمه مين؟ بيشتغل ايه؟ بيحلم بكار بايه؟ صفات بكار ايه؟ تمام. يلا بينا على معاني الكلمات وكلمة ومعناها وكلمة ومرادفها والكلمة ومضادها. يلا بينا. يلا نبدأ بأول كلمة، كلمة تلميذ. معناها ايه ومرادفها ايه؟ يعني دارس، يعني طالب، يعني متعلم. طيب كلمة الخالدة اللي هي الباقية، المستمرة، الثابتة، الأزلية. الأزلية يعني على طول، على طول الأزل. السرمدية، السرمدية يعني الخالدة والباقية، المستمرة يعني. طيب كلمة أين، بسأل عن المكان. أين أحمد؟ هتقول لي أحمد ذهب إلى المدرسة، أو أحمد في المدرسة. طيب إرشاد يعني توجيه وهداية. يعني لما مامي بترشدني في الحل الصح وتقولي ده الحل، بتوجهني للحل الصح، يبقى ده إرشاد يعني توجيه وهداية، بتهديني إلى الطريق الصح. كلمة ذكي، سريع الفهم. يعني ذكي يعني بيفهم بسرعة. يعرف يعني يدرك ويفهم. أنا بعرف الشيء، بدركه وبفهمه. طيب كلمة يجد، يجد الشيء يعني خلقه وأنشأه. خلاص. طيب واجب، أما أنا ملزمة بعمل واجب، ملزمة اهو، بيبقى عليا التزام، وعليا إن هو الواجب ده مطلوب ومسؤولية، ومحتم عليا عمله. يبقى الواجب التزام ومطلوب ومسؤولية ومحتم. طيب كلمة واسع يعني فسيح وشاسع وعريض ومتسع وممتد ومنفرج وفضفاض. اما تيجي تلبسي لبس البنوتات تقولك انا لابسه لبس واسع وفضفاض، صح ولا لا؟ طيب كلمة معلومات يعني خبرات، ثقافات، دراسات. معلومة اللي هي بتبقى خبرة، أنا اكتسبت معلومة، عرفت معاني كلمات من سنة تالتة، كده اكتسبت خبرات. من سنة تانية برضو اكتسبت خبرات. طيب كلمة متعة طبعا ببقى ايه؟ ببقى حاسة بلذة، ما باكل أكلة بحبها ببقى مسرورة، سرور. ببقى حاسة برغبة، ان انا مشتهية الأكلة دي، بحبها، صح ولا لأ؟ تمام. كلمة نحسن يعني نجيد ونجمل ونصلح وايه ونفتن ونبهي او نبهى. يعني اما اشوف، اما احسن في شيء بجمله، بخليه شيء ما الناس تفتن بيه. حاجة ايه بنصلحها، حاجة وحشة بنصلحها فبنحسنها. طيب كلمة الاطلاع اللي هي واسع الاطلاع. ها، الاطلاع يعني القراءة والعلم والمعرفة، صح ولا لأ؟ أما بطلع بقرأ وبتعلم وبعرف، صح؟ طيب كلمة يجمع يعني يضم، أنا بجمع الشيء، بضمه، بحطه على بعض. طيب مشاهدة لما بشوف شيء، رؤية ومراقبة ونظر وتطلع وحضور. لما مشاهدة الشيء بيحضر الشيء وبشوفه. طيب معاملة يعني تعامل، صح؟ أنا بقى معاملتي مع أصدقائي، تعاملي معهم. سريع قلنا يعني إيه؟ عجول وعاجل ومسرع، صح؟ سريع، عجول وعاجل. طيب صور يعني خلق ورسم وسطر ونمق. دي الصور، صح؟ عكسها أكيد هناخدوها، اللي هي الإيه؟ الحقائق او الاصول، عكسها الاصول، هناخدوها دلوقتي. طيب مطعم اللي هو محل لعمل الطعام وتناوله، المحل اللي بيعملوا فيه الاكل والناس بتاكله، صح؟ طيب نرحب يعني ايه؟ افسح واوسع وابسط وامدد، صح؟ وايه؟ وامد. تمام. عرفنا التلميذ دارس وطالب ومتعلم، الخالدة الباقية والثابتة والأزلية والسرمدية. كلمة أين بسأل عن المكان. إرشاد توجيه وهداية. ذكي سريع الفهم. يعرف يعني يدرك ويفهم. يجد يعني خلق وأنشأ. واجب يعني التزام ومطلوب مني ومسؤولية ومحتم علي عمله، صح؟ واسع يعني فسيح وشاسع وعريض ومتسع وممتد ومنفرج وفضفاض. معلومات، دراسات وخبرات وثقافات. متعة، سرور ولذة ونزعة ورغبة واشتهاء. نحسن، نجيد ونجعل ونصلح ونفتن ونبهي، صح؟ الاطلاع، القراءة والعلم والمعرفة. يجمع يعني يضم، مشاهدة، رؤية ومراقبة ونظر ووجود، صح؟ وتطلع وحضور. معاملة يعني تعامل، معاملة بيننا وبين بعض، تعامل، معاملة يعني تعامل. سريع يعني عجول وعاجل. سريع يعني ايه؟ عجول وعاجل. سريع يعني عجول وعاجل. طيب صور يعني خلق ورسم وسطر ونمق وصاغ وشكل. تمام. مطعم اللي هو محل العمل الطعام وتناوله، صح؟ المحل بيعملوا فيه الاكل وبنتناولوه بناكلوه. نرحب يعني ايه؟
أفسح وأوسع وأبسط وأمد وأمدد. تمام. نيجي بقى لكلمة الفهم اللي هو الايه الشخص المعي، الذكاء، الفطنة والكياسة. يبقى ايه المعي والذكاء وفطنة وكياسة. كياسة اللي هو المؤمن الكيس الايه الفاطن. تمام، اللي هو عنده ذكاء كده وبيفهم بسرعة. طيب ثقافية يعني معرفية وفقهية. ثقافية أنا مثقف يعني أنا عارف أنا دارس. تمام. تستفيد يعني تنتفع. أنا بستفيد بالقلم اللي أنا بكتبه بنتفع بيه، صح ولا لأ؟ طيب كلمة رجع إلى المدرسة يعني عاد وتراجع وانصرم وانقضى وانصرف. رجع يعني انصرف، راح على إيه؟ على البيت مثلا. يحب يعني يريد ويبتغي ويشتاق ويشتهي. تمام. انا بحب الشيء يعني بأريده وببتغيه وبشتاق اليه وبشتهيه. طيب كلمة نزهة اللي هي الفسحة والاستمتاع، صح، بروح نزهة بروح فسحة. بلد اللي هي الدولة. بيت اللي هو الايه معنى بيت منزل ومأوى وإقامة ومسكن ومقر ومقتن. مقتن يعني ايه مكان أقطن فيه أسكن فيه. مرشدا يعني دليل وهادي. مرشدا يعني دليل وايه وهادي. استمتاع التمتع والمتعة والسرور. خلاص. يعرف أن يدرك ويفهم لسائلنا ويعي ويعقل ويعلم. طيب شكر يعني ايه شكر طبعا يعني ثناء. الثناء اللي هو الشكر. والعرفان وايه واطري وايه والحمد ان انا احمد واشكر ربنا مثلا. سياحيا يعني ايه ارتحالا. سياحيا يعني سفر يعني ارتحالا وسفرا وطوافا ومغادرة. بغادر البلد فبروح بلد تانية يبقى ده سياحة. ترفيهية يعني تفريج وتنفيس كده برفع عن نفسي، صح ولا لأ؟ وتمتع وتسلية واستجمام وراحة كل دي اسمها ترفيهية. ينزل يعني يقيم ويسكن ويقطن ويستوطن ويستقر ويأوى كل ده معناها ينزل. قال هنا في الدرس ينزل. قال قبل قال يا ولاد لازم نقول كلمة ينزل في الدرس هنا معناها يسكن. يعني بيقولك ينزل في فندق يعني يقيم في فندق. لكن كلمة ينزل بصفة عامة اللي هو عكس الصعود، زي نزلت السلم. هو ممكن يجيب لكم كلمة ينزل هنا في جملتين ويقول لك ما معناها. ينزل اللي هنا ينزل في فندق يعني يقيم في فندق. تمام هنا في الدرس. لكن ينزل وليد إلى الفصل مثلا يبقى ده معناها إيه نزل السلم يعني عكس ايه صعدة. طيب كلمة قال يعني أبلغ وأخبر وأعلم وأنبأ وتحدث وتفوه وتلفظ وتكلم. قال ممكن نقول عليها أخبر أو تكلم. طيب مثل يعني ايه مثل عظة وحكمة. مثل ماشي عظة وحكمة. لكن في مثل يعني شبه حسب الجملة. مثل يعني شبه أو عظة وحكمة. طيب كلمة بعض يعني جزء. أنا أكلت بعض من السندوتشات يعني جزء منها، شطر منها، قسم منها، قطعة منها. تمام. فندق اللي هو مكان لإقامة المغتربين، مكان بيباتوا ويناموا فيه. نفسي يعني ذات. نفسي ذاتي أنا يعني. عمو اللي هو أخو الإيه الأب. مساجد يعني دور عبادة للمسلمين. تمام. طيب يأكل يعني يتناول. يأكل أنا باكل بتناول، صح، باكل بتناول باخد الأكل كده بتناوله وأحطه في بقي. ليت يعني حرف للتمني يعني يا ريتني. ليت حرف بتمنى بيه يبقى حرف للإيه للتمني. ليت ده حرف للإيه للتمني يا ولاد. تمام. طيب أهداه يعني أعطاه ومنحه بلا مقابل. يعني أهداه يعني أعطاه ومنحه بلا مقابل. احنا قلنا أهداه كتاب يعني أعطاله هدية. يعني أهداه من الهدية. ها تمام. أهداه يعني هدية. طيب كنائس أماكن مخصصة للمسيحيين لإقامة إيه الطقوس بتاعتهم. تمام. طيب إرشاد يعني توجيه. يعني أوجه شخص أرشده. تمام. إرشاد توجيه. طيب جناح طبعا اللي هو ايه عكس جنح. هنا معناها ضرر ومضرة وأذى. لكن مقصود بجناح في الدرس هنا اللي هو جناح العصفور أو جناح الطائر. تمام. طيب صغير يعني قليل وضئيل وحقير ودني وذليل وتافه. أثرية يعني ايه بقايا. فاهمين يعني ما بنقول مثلا الآثار الفرعونية بقايا الفراعنة. البقايا المستنية من أيام الفراعنة. طب يركب يمتطي ويرتحل ويطئ وعلى يعلو الشيء.
كلمة أطير طبعا يعني أحلق وأحوم وأرتفع. العصفور أو الطائر بيطير بيحلق فوق في السماء بيرتفع. طيب قرأ، اطلع، وتعلم، وتصفح. صح ولا لأ؟ هي ايه الطلعة؟ ألف ت ط لام عين. طيب دينية، عقائدية. دينية يعني ايه؟ عقائدية. خلاص. يشتري طبعا عكسها، معناها يبتاع، عكسها يبيع. طب يشتري ويتملك ويشري، كلها انا ما بشتري شيء بتملكه يبقى بتاعي، صح ولا لا؟ طب سماء يعني فضاء. سماء يعني ايه؟ فضاء. تجذب، لما تجذب شيء تشد اليك، تجذب تشد. علاج اللي هو الاستشفاء، لما باخد علاج عشان استشفي او اخف يعني. طيب تحف اللي هي اشياء اثريه ذات ايه؟ قيمه. حاجه حلوه كده لها قيمه، لها قيمه كده بفلوس، فبشتريها تحفه واحطها في البيت. املك يعني اقتني، اخليه ابقي معي واحرزه واكتسبه. اشتري الشيء املكه عشان اكتسبه، صح. افواج اللي هي جماعات من الناس، مجموعه من الناس، تبقى فوج، مفردها فوج. طيب ذهب يعني انطلق وانصرف وتوجه وانقضى. خلاص. ينفق، لما تنفق مصروفك بتصرفه. ينفق يعني يصرف. بساط قلنا نوع من الايه؟ الفرش، اللي هو زي السجادة كده يعني. جميع يعني كل. شاهد يعني رأى. نقود طبعا أموال وفلوس. الريح اللي هي الإعصار والعاصفة والزوبعة والصرصر. دول بلاد. يلتقط يعني صورت وياخذ، صح. اقتصاد ادخار، انا بقتصد الشيء ادخره واحتفظ بيه. واحتفاظ يبقى اقتصاد ادخار واحتفاظ. اقتصاد ادخار واحتفاظ. اشاهد ارى واعاين والاحظ. والمح وانظر وارمق وابصر، يعني ابقى متبصر الشيء. طيب نيجي للكلمة اللي بعدها ان شاء الله تعالى، اللي هي العالم، اللي هو الكون. تذكارية يعني ايه؟ اللي لها ذكرى وقيمة. خلاص. شباب يعني فتيان وناشئين وصبيان. فتيان وناشئين، ناس ناشئة كده ولسه طالعة شباب، هم دول اللي اسمهم فتيان وناشئين. معالم يعني أماكن مشهورة. معلومة يعني معالم، أماكن معلومة ومشهورة. يأتي أو يأتون حسب الجملة. يأتي يعني يحضر، أو يحضرون لو يأتون. خلاص. سأل يعني إيه؟ أنا بسأل، بستوضح، بفهم، بستعلم، بستخبر، صح. بستبين، بستفهم، صح ولا لأ؟ بسأل عن الشيء أفهمه واستخبر عنه واستبين، أستوضح يعني أبقى عايز أفهم واستوضح الشيء يبقى واضح قدامي. طيب يعمل يعني يصنع ويمارس ويزاول. كل يعني جميع وكفة. كلمة كل جميع وكفة. طيب أغراض، أهداف وحاجات. تمام. وسائل يعني سبل. وسائل يعني ايه؟ سبل. أغمضة يعني أغلق عينيه. متعددة كثيرة ومتنوعة. متعددة يعني ايه؟ كثيرة ومتنوعة. لماذا يعني لما. لماذا يعني ايه؟ لما. طيب زيارة يعني حضور وايه؟ وعيد وعيادة، ان انا اعيد يعني زيارة مثلا لا قدر الله طبيب فبعيد عليه يعني برجع له تاني. وقدوم ومجيء، ان انا بزور حد بجيله، بقدم عليه. تمام. طيب جالس يعني قاعد وماكس. قاعد بيقعد يعني جالس، ويمكث يعني يقعد برضو. خلاص. آثار يعني ما تركه لنا الايه؟ الأجداد. آثار اللي هي البقايا. زي مامي تقولك اما تاكلي ما تسيبيش أثر، صح ولا لأ؟ ما توقعيش أثر على مثلا على السجادة أو على الترابيزة أو. يهتم يعني يعتني ويكترث وينتبه. أنا بهتم بشخص، بهتم بأخويا الصغير، بنتبه ليه، صح ولا لأ؟ وبعتني بيه. طيب التجارة اللي هي عملية البيع والإيه؟ والشراء. التاجر اللي هو بيقوم بعملية البيع والشراء. تخيل يعني تصور، بتخيل شيء بتصوره، حطه في دماغي. فوق يعني على، يعني بقى عالي، وتجلى ظهر يعني، وأعلى فوق، أعلى شيء. طيب قيمة، قدر ومكانة. بابي ومامي ليهم قيمة يعني لهم قدر ومكانة عندي. كلمة طعم، اختزي، اقتات، اتذوق، ابتلع. طبعا لما بياكل طعام بيتطعم، بياكل، بيتغذى، بيدوق، بيبتلع، صح ولا لا؟ محلقا اللي هو ايه؟ طبعا طائرا وعائما وحائما ومرتفعا. حائما مش عائما، سوري. ارتفع يعني على، وسما فوق في السماء يعني. يلتقطون يأخذون. يلتقطون صور يعني يأخذون صور ويصورون يعني.
آمنين يعني مطمئنين، حاسين بأمان. آمنين يعني شعرين بأمان ومطمئنين، صح كده؟ نيجي للكلمة ومضادها. كلمة وعكسها ومقابلها. مقابلها يعني قصادها، العكس بتاعها يعني. كلمة يجمع عكسها يفرق ويشتت ويبدد. أنا بجمع الشيء وفي ناس بتفرقه. طيب كلمة يعرف يجهل ويخفي عنه، يخفى عنه، مش عارف، صح ولا لأ؟ كلمة ينزل قلتلكوا اللي هنا في الدرس معناها ايه. التانية يقيم، لا، في معنى تاني لينزل اللي هو ينزل يعني السلم مثلا. عكسها يطالع ويرتفع ويقترب ويتجول وينصرف ويتشرد، كلام كتير. وعكسها يطلع. طيب أهداه يعني أعطاه بمقابل. عكسها إيه؟ أمسك، لا أنا مش هدي لحد حاجة. أحرص، أحصل، أنا اللي أخد، مش هدي لحد حاجة. ذكي عكسها طبعا غبي وسفيه، صح. تلميذ عكسها مين؟ التلميذ اللي بيدرس. عكسها مين؟ المعلم والمدرس اللي بيدرس له، صح. طيب عكس يأكل، واحد بياكل. عكسها طبعا اللي بتبقى في رمضان يا ولاد، يأكل. عكسها في رمضان بنعمل ايه؟ في رمضان في نهار رمضان بنعمل ايه؟ بنصوم، يصوم. عكس يأكل يصوم. طيب عكس صغير كبير طبعا. عكس واسع ضيق سهلة. عكس صور أصل وأصول. صور أصول، لازم لو الكلمة مفرد يبقى ايه مضادها مفرد زيها. طيب كلمة بعض عكسها كل. عكس قرأ جهل، ما يعرفش يقرأ. عكس الاطلاع الجهل برضو، ما يعرفش يطلع ويمسك كتب. عكس ثقافة برضو جهل. طيب عكس الواجب والالتزام ايه؟ كماليات وتفاهة، ملهاش اي قيمة. عكس متعة ملل، لما احس بالمتعة عكسها احس بملل وزهق. عكس سريع بطيء ومتأخر، صح ولا لا؟ متريث ومتمهل ومتهاون، صح. طيب عكس تكذب اللي هي تشد، تنفر وتبعد وتزيل وتدفع، تزق كده تبعد. عكس نحسن الشيء ونخليه جميل، لا نخليه قبيح، بشع، حقير، رديء، سيء، صح ولا لا؟ طيب عكس افواج يعني ايه؟ اللي هو الفوج اللي هو الجماعة من الناس، لا فرد، فرادة وقلة ومتفرقون. فرادة وقلة وأجزاء ومتفرقون. طيب عكس الفهم الغفلة والجهل، مش فاهم. عكس استمتاع كره، نفور، لا قرفان يعني. عكس نرحب نعرض. واحد فرحان راح اهلا ازيك يا مستر مثلا، في واحد مش حابه من زملاتي اعرض عنه. عكس اغراض اعراض. طيب مرشدا يعني مضللا ومضل وغاوي. مرشدا اللي قلنا اللي الهادي، لا في واحد بيضلل ويكذب، مضلل وغاوي، يغويك في الحاجات الوحشة. طيب إرشاد قلنا عكسها الإرشاد اللي هو الهداية. عكسها الفعل نفسه بقى تضليل، أضلل، أزيف، أحرف، أجهل، أخلي الشخص يجهل الشيء. طيب عكس يجد يفقد، واحد وجد حاجة التاني كان فقدها، صح ولا لا؟ يفقد ويضيع ويخسر. طيب عكس يأتي أكيد يذهب. عكس يأتون يذهبون ويرحلون، صح ولا لأ؟ طيب سياحيا اللي هو قلنا الايه الارتحال والمغادرة والكلام ده، طبعا ملهاش ايه مضاد، هي مكتوبة هنا ارتحال وسفر، لا ده دي معناها. طيب عكس رجعة ذهب، صح. صح ولا لأ؟ طيب عكس مشاهدة الرؤية، ضرر وعمى وغياب، مش شايف. عكس جميع وجميعا بعض وأجزاء. الجميع عكسها بعض، صح ولا لأ؟ زي الكل عكسها برضو بعض. نيجي لكلمة يحب، عكسها يا ولاد يكره ويبغض. يبغض الشيء يكرهه، صح. بيت، بيت اللي هو الموجود، عكسه أثاره أنقاضه، مش كده برضو؟ طب عكس شكر، لا أحقر وذم وعير، مشكرش، لا. متعددة عكسها قليلة. الخالدة اللي هي البقية عكسها الزائلة والعابرة المرتحلة. طيب عكس تستفيد طبعا تضر وتخسر وتهمل وتضيع. طيب عكس قال اللي هو بيتكلم سكت وصمت وعجم وأسرى وأخفى. طيب عكس يعمل يعطل ويبطل ويتقاعس. طيب مثل عكسها مختلف. مثل يعني شبه، عكسها مختلف. طيب يلتقط يأخذ صورة عكسها يترك ويرمي. كلمة يلتقط لوحدها عكسها يرمي ويقذف ويطرح ويرمي ويترك. طيب عكس علاج مرض وعلة وسقم. عكس فوق تحت وأسفل طبعا. قلنا عكس إرشاد تضليل وإبهام وتشتيت. يلتقطون قلنا يرمون ويقذفون ويطرحون.
يعرف يعني يجهل ويخفي ويغبي. عكس ارتفاع انخفاض وسقوط وهبوط وانحطاط. قلنا تذكارية اللي هي الايه الذاكرة والمتفكرين، عكسها النسيان. عكس سأل أجاب، اللي يسأل عكسه يجاوب، صح؟ طيب عكس ذهب أتى ورجع. طيب عكس يهتم يهمل ويغفل. القيمة الشيء اللي ليه قيمة عكسه حاجة بخسة لا قيمة لها. طب عكس يركب يسير ويمشي. عكس يشتري يبيع. عكس ينفق يدخر، اللي ينفق مصروفه كله في ولاد شاطرة بتحوش. طب عكس اقتصاد اللي هو الادخار، يعني البذخ والاستهلاك والتبديد. عكس شباب، الشباب عكسهم كهولة وهرم، يعني كبر في السن، وعجز ومشيب. طيب آثار، قلنا الحاجات الباقية عكسها ايه؟ بنيان وصرح. لا مش أثر، لا بالعكس ده بنيان كامل، مبنى، عمارة، برج. طيب وسائل عكسها حوائل وموانع. وسيلة اللي هي بتساعد، لا في حاجات عكسها اسمها حوائل يعني مانعة، ما بتساعدش، بتعرقل، عراقيل يعني. آمنين لو قلناها مطمئنين لسه من شوية في المعاني، عكسها خائفين. أطير عكسها ايه؟ أهبط، أنزل. عكس سماء أرض، عكس السماء أرض طبعا معروفة. عكس أملك يضيع وينفق، ماشي، أضيع وأنفق. عكس بساط حاجة المنبسطة المتسعة، إغلاق. عكس الريح اللي هو الايه الريح اللي هو الهواء اللي بيقوم، عكسها الصبا والنسيم، حاجة كده هادية. طيب عكس أشاهد قلنا أضر وأعمى، اللي هو الضرير يعني. محلق فوق في السماء، عكسها منخفض وهابط. عكس كل قلنا بعض وجزء. عكس أغمضة يغمض عينه يفتح، فتح. عكس أغمضة فتح. عكس جالسا واقفا، صح. عكس تخيل، إنسان بيتخيل الشيء، عكسه لا متيقن ومتأكد ويدري، صح. مش متخيل، مش متصور، كلام مش حقيقي. وبكده يا ولاد نكون انتهينا من الفيديو الأول للصف الرابع الابتدائي بتاع اللغة العربية، الدرس الأول اللي هو السياحة في مصر. انتظروا قريبا إن شاء الله الفيديو التاني، الأسئلة س وجيم بإذن الله، وكمان النحو إن شاء الله. هنتكلم عن شبكة المفردات، شبكة الكلمة أو مفردات الكلمة. وكمان هنتكلم بإذن الله عن أسماء الإشارة، يبقى شبكة المفردات وأسماء الإشارة بإذن الله تعالى. والدرس ده في هيئة س وجيم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصل لكم كل جديد ومفيد. وإن شاء الله المعاني دي هننزلها ورقية بإذن الله لما ننتهي من الشرح كله. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ماشي، ليصل لكم كل جديد ومفيد بإذن الله. ويا رب نكون عند حسن ظنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.